تعالى عن باقي الشهور بصوم نهاره وقيام ليله والإقبال على القرآن ونوافل الطاعات والقربات. وبهذا يكون شهر رمضان من بين الشهور وقتا مباركا عظيم الأجر والمثوبة يغتنمه المؤمن فيسعى لنيل محبة الله تعالى أداء للفرائض والنوافل صياما بالنهار وقياما بالليل. ويكفي في فضل صيام رمضان وقيامه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد على أهمية صيام رمضان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا أو من صام رمضان إيمانا واحتسابا. المقصود بالإيمان هنا أيها الإخوة المؤمنون وهو أن يعتقد الصائم بفرضية الصيام وركنيته في الإسلام، أنه فرض وركن وواجب أداؤه. هذا هو المقصود بالإيمان، يعني أن الصائم ينبغي أن يكون مؤمنا حق الإيمان بأن هذا الذي سيقبل عليه من صيام شهر كامل إنما هو مما افترضه الله عليه وأنه ركن من أركان الإسلام. أما الاحتساب فالمقصود به هو أن يتفرغ ثوابا والأجر، كما أنه يعني أيضا هذا الاحتساب أن لا يستثقل صيامه. ليش يشتغل؟ الإنسان اللي يصوم وهو جاه ثقيل، أو أنه قبل رمضان يفكر كيف غيصوم راه جاي ثقيل. لماذا؟ لأنه قد يحرم الكثير من العادات التي كان يقوم بها والحركات خارج مدينته كان يقوم بها إلى غير ذلك، فهذا ليس احتسابا. الصائم يكون محتسبا في صيامه وهو مستعد ومتأهب للصيام مرحب برمضان. ولذلك كان السلف الصالح إذا أقبل رمضان ماذا يقولون؟ أهلا بالمطهر، يرحبون به على أساس أنه سيطهرهم من ذنوبهم وآثامهم. ثم أيضا مما يقصد بالاحتساب أيضا وهو أن يخلص في صيامه، أن لا يكون هناك رياء ولا مراءات ولا شيء من القبيل، بل ينبغي أن يخلص صيامه لله سبحانه وتعالى. وما قيل في اغتنام شهر الصيام يقال في اغتنام أوقات الصلاة وأوقات الحج والأشهر الحرم ويوم الجمعة ووقت السحر وسائر الأوقات الشريفة، أي أن الله سبحانه وتعالى اختار وانتقى وميز أوقاتا شريفة مباركة يجدر بالمؤمن أن يعرف كيف ينتهزها ويستثمرها ويستغلها، ومنها صيام شهر رمضان. وكما ينمى الإيمان بالزمن الفاضل يقوى كذلك بالأماكن الفاضلة التي تضاعف فيها الأجور وتوقظ العبد من الغفلة وتعود به إلى ربه سبحانه وتعالى كارتياد المساجد ومجالس الذكر والعلم. والله سبحانه وتعالى فضل أزمنة على أخرى وفضل أيضا أمكنة على أخرى، ولذلك فالمؤمن يحرص ما أمكن أن يخلو بعبادته ويناجي ربه في أماكن خاصة. فوجود المؤمن داخل المسجد ليس كوجوده خارج المسجد، فنفحات الإيمان التي تهب داخل هذه الفضاءات المباركة ينبغي أيضا استثمارها واستغلالها من أجل تزكية النفس ومن أجل التقرب إلى الله بالصورة المثلى. وذلك لما روي في البخاري تعليقا عن معاذ جبل رضي الله عنه أنه كان يقول: اجلس بنا نؤمن ساعة. هذا معاذ جبل كان يخاطب غيره بأن يختار مكانا خاصا يتفرد وينفرد فيه لكي يتقرب إلى الله لمدة معلومة، أي يجلس لنزداد إيمانا على إيماننا ونقويه بالذكر والنصيحة وتلاوة القرآن. فمجالسة الآية الذكر أيها الإخوة المؤمنون سبب قوي من أسباب زيادة الإيمان وتقويته، كيف لا؟ والذكر جلاء القلوب، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن لكل شيء جلاء وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. فعلى المؤمن الصائم على وجه الخصوص
أن يكثر من ذكر الله خلال هذا الشهر المبارك وخارج هذا الشهر، فإن الذكر محطة إيمانية ربانية مهمة جدا، لأن الإنسان يصقل فيها قلبه ويجلي فيها قلبه من كل الذنوب والآثام. وذكر الله هو الغاية في العبادات. فعلا أن جميع العبادات تكون غايتها هو تمحيص الذكر لله سبحانه وتعالى واستحضار خشيته وعظمته سبحانه وتعالى، فهو إذا من أعظم الأعمال شرفا. فما شرعت الشرائع إلا لإقامة ذكر الله. والذكر هنا ينبغي أن لا يفهم بمجرد استعراض أذكار خاصة. ذكر أن تبقى بدون سبحة وبدون أذكار خاصة، فأنت وأنت تتأمل في خلق الله فأنت تذكر الله، وأنت تتأمل في أمر راعك أمره فأنت ذاكر لله. ذكر الله هو أن تستحضره بعد غيبة وبعد غفلة. إذن فيكون بأذكار معينة ومحددة، كما قد يكون بالتأمل وقد يكون بالتذكر وقد يكون بالتفكر. هذا هو المقصود بذكر الله. ولذلك كانت العبادات كلها مقاصدها وثمرتها هو تمحيص هذا الذكر لله سبحانه وتعالى. ألا فاتقوا الله عباد الله واكثروا من حمده وشكره، واغتنموا ما تتقلبون فيه من أوقات الخير بذكره، فهو أفضل الأعمال على الإطلاق، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي تتوالى على العباد نعمه وترفع بالطاعات وفعل الخيرات بلاياه ونقمه، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن لربكم في أيام دهره نفحات، ألا فتعرضوا له. وإن من نفحات الله تعالى التي تصرف فيها الأوقات والأنفاس وتغتنم بها مواسم الخيرات لدى أولي الألباب من الناس ويتقوى بها الإيمان هذه الأيام المباركات من شهر رمضان الصيام المخصوص بمزايا لم تكن لغيره من الشهور، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ومما تعمر به أيام رمضان ولياليه تلاوة القرآن وتدبر معانيه واستجلاء ما تضمن من أحكام وحكم وقصص وعبر، فتتنزل بذلك الرحمة والسكينة والملائكة، ويجزى الذاكر بكونه مذكورا في الملأ الأعلى من قبل رب العالمين جل ذكره، واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لما روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. أجود الناس أي كان يعطي، كان ينفق، كان يبذل، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. مسألة معرفة أحكام القرآن وما يتضمنه من معان هذا أمر مطلوب لمن استطاع إلى هذا الأمر سبيلا، ولمن لم يستطع فلا بأس من أن يكثر من حضور الدروس العلمية التي تلقى في المساجد وغيرها. من لا يستطيع أن يتبين معاني القرآن من خلال كتب التفسير وكتب العلم فعليه أن لا يتنكب عن دروس العلم التي تلقى في المساجد. ولعل الذي يلاحظ أن عدد الذين يحضرون الدروس في المساجد يكون قليلا، ولذلك فالإنسان إذا أراد أن يقوي إيمانه فلا بد أن يعرف بماذا خوطب به في كتاب الله تعالى. الجميع يقرأ القرآن، ولكن قلة قليلة هي التي تفهم معاني القرآن. فمن لم يعرف ومن لم يفهم فليسأل. ففي شهر الصيام تكون الدروس متتالية في المساجد، فلا بأس من ارتيادها وغشيانها ومعرفة ما يلقى فيها
فإن في هذا الاجتهاد أمر حري بالعباد خاصة في هذا الشهر الفضيل من ارتياده. وإن من أهداف الصيام وغاياته أن يتعاهد المؤمن جوارحه بالحفظ والرعاية، جوارحه، اللسان، اليدين، الرجلين، وأن يهذب نفسه من الشهوات ويطهرها من الشبهات، فيتعلم وهو صائم غض البصر وحفظ اللسان وسلامة الصدر وكف الأذى عن الناس والصبر على الطاعة فعلا وعلى المعصية تركا. الصبر على الطاعة فعلا أي أن الإنسان يصبر على الطاعة الشاقة وهو يفعلها، كما أنه يصبر على الوقوع في المعصية بماذا؟ بتركها. فالصبر نوعان: صبر على الطاعة وصبر على المعصية. وهذه من ثمار الصيام الجليلة المفيدة للفرد والجماعة والمسهمة في إسعاد المجتمع ليعيش حياة طيبة يأمن فيها الناس على أعراضهم وأنفسهم وأموالهم. صيام الجوارح أيها الإخوة المؤمنون أمر مهم. ونحن عندما نقول صيام الجوارح ننسب الصيام إلى هذه الجوارح، وهذا أمر جائز. في القرآن بما كسبت أيديكم، فنسب الله سبحانه وتعالى اجتراح واختراف ما يقترف الإنسان إلى الأيدي. ثم أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن العينين تزنيان وزناهما النظر، فنسب الزنا إلى العينين وليس إلى الشخص. عندما نقول صيام الجوارح فهذا نقصد به أن الإنسان ينبغي أن يصوم جوارحه عن الوقوع فيما هو محظور. ولعل هذا هو الأساس في هذه الخطبة، وهو الوقوف عند هذه المسألة، وهو أنه لا صيام كاملا وتاما إذا لم يكن المرء حريصا على أن يصوم جوارحه، أن يحفظ لسانه من الوقوع في شيء من الكذب أو الغيبة أو النميمة، وأن يحفظ يديه، وأن يحفظ رجليه، وأن يبتعد عن مجالس السوء خلال رمضان، على أن الأمر لا يتعلق برمضان فقط. وقد يخطئ كثير من الناس فيعتقدون أن المطلوب في رمضان هو أن يحرص أشد ما يكون الحرص خلال هذه الأيام 30 فقط، أما عندما يخرج رمضان فشأن آخر وأمر آخر. أبدا، رمضان مدرسة للتربية، للتزكية، لتقوية الإيمان. عندما تكون هناك توجيهات في هذا الصدد فالمقصود بها ليس فقط رمضان، وإنما رمضان محطة عظمى ومحطة كبرى لكي يتربى المرء ويتربى الصائم عليها فتنفعه خارج رمضان. أما أن يعتقد المرء أن المطلوب منه هو أن يكون خلال هذا الشهر ملتزما ومراعيا ومحترما ولكن عندما يخرج رمضان يعود كما كان قبل رمضان، فهذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى غني عن عبادتنا وعن صيامنا. إذا لم يتربى المرء على أن يستفيد من مدرسة الصيام أنه ينبغي أن يأخذ مما تربى عليه في الصيام لكي يفيده في الأشهر 11 إلى رمضان الكامل. ولذلك ما جاء في الحديث: رمضان إلى الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات لما بينهن إن اجتنبت الكبائر. ولعل أكبر وأعظم ما ينبغي على الصائم أن يحتاط له ونحن نتحدث عن صيام الجوارح هو صيام اللسان. هذا هو العظيم، هو أن يصوم لسانه، أن يحفظ لسانه من أن يقع في المحظور. ولذلك كثرت التوجيهات النبوية في هذا الإطار، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة لأن يدع طعامه وشرابه. وقول الزور هذا مفهوم شامل، ليس فيه شهادة الزور فقط، وإنما كل قول فظيع محظور فهو يدخل في قول الزور. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: فإن سابه أحد أو قاتله أو فليقل إني صائم، يعني يحاول ما أمكن أن لا يرد بالفعل وأن لا. فصيام أو
صيام اللسان هو من أعظم الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها المرء في رمضان وخارج رمضان. وأعظم ما يمكن أن يستفيدها الإنسان في رمضان هو أن يبتعد من مجالس السوء، من كثرة الكلام، من كثرة الحديث مع الناس، كي لا يقع في المحظور. كلما ابتعدت من الإنسان إلا للضرورة، إلا لحاجات التي تفرض العلاقات، كنت مبتعدا. لكن للأسف كثير من الصائمين يستغلون الليل ليبحثوا عن من يجالسوا ليتحدثوا الساعات الطوال. لا بد أن تقع في شيء من هذا، لا بد، وكأنه تحرر من الصيام. بعض الناس تعودوا على أن في الليل إباحة لأن يقوم بأي شيء، المهم هو النهار، أنا أصوم بالنهار، وفي الليل فالمقهى وغشيان المجالس السوء عند البعض، فهذا أمر ينبغي أن أحيانا الإنسان ما كيحسش بأنه راه جالس مع ناس ماشي هما، ما كيحسش، هو صايم في الليل يذهب إلى المقهى وكيجالس ناس شي مزيان شي ما مزيانش. أنا ماشي كنقصد المقهى بوجه الخصوص، أقصد أي مكان يكثر فيه اللغو، ماشي قضية مقهى ولا في الدار ولا في أي بلاصة. ليل رمضان أو ليالي رمضان ينبغي أن تكون لها حرمة كما هو في نهارها. نعم، الإنسان في الليل هو وقت أكل وشرب واستمتاع بالأوقات، لكن الاستمتاع بالوقت فيه وفيه. هناك من يستمتع بهذا الوقت بالشكل غير المرغوب وغير المطلوب، فيقع في هذا الذي نتحدث عنه. ولذلك ما هو الحل؟ وهو أن يتجنب كثيرا حضور مثل هذه المجالس التي تدفعه من حيث يشعر أو لا يشعر إلى أن يقع في شيء من المحظور. ولهذا الإخوان انتبهوا جيدا إلى أن شهر الصيام راه ليس من السهل تحققه كما ينبغي. راه ماشي قضية عدم أكل وعدم شرب في النهار، وفي الليل أغتاب الناس وأكذب وأتكلم وأكثر من الكلام وأقع في الشيء العظيم. فلنحاول ما أمكن، فنجتهد ما أمكن إلى أن نقلل من تلك العادات التي ألفها الإنسان. هي عادات تعود أنه بعد تناوله للإفطار ينبغي أن لا يبقى في البيت، ينبغي أن يبحث عن من يجالس. والكلام طويل وأنتم أعلم مني بهذا الموضوع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يفسق. ويقول الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصر اللهم من قدرته أمر عبادك وبسطت يده في أرضك وبلادك، مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، نصرا تعز به الدين وتحمي به ملة الإسلام والمسلمين. اللهم احفظه بحفظ كتابك، وأقر عين جلالته بوليعته المشمول بعنايته صاحب السمو الملكي الأمير مولى الحسن، وشد أثر جلالته بسنوه السعيد أمير جليل مولى الرشيد وباقي أفراد الأسرة الكريمة. وارحم اللهم برحمتك الواسعة الملكين الجليلين مولانا محمد الخامس الذي تذكرنا ذكر وفاته بوفائه، ويتجدد فيها ذكر مآثر خالدة والأيادي البيضاء على وطنه وشعبه، مما يوجب علينا الدعاء له ولرفيقه في الكفاح مولانا الحسن الثاني بالمغفرة والرضوان لما أسلي من صنائع المعروف والإحسان. اللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما واجعلهما في مقعد صدق، وارحم اللهم آباءنا
وأمهاتنا وسائر موتانا وموتى المسلمين. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار، آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.